يا أخي سبحان الله، عوض الله عزيز جدا وجميل. إذا حل عوض الله وغمرك السرور تنسى الأوجاع اللي كانت في الماضي وأنت مريت فيها، أنت تتذكرها، أنت عشتها وذقت مرارة العيش في وقتها. لكن إذا حل عوض الله تنسى. أنا وأنت ممكن ما نستشعر ألطاف الله اللي يحيطنا الله سبحانه وتعالى فيها إلا لما يجينا عوض الله. وقت الأزمة وقت الصعوبة عقلك صعب إنه يفكر في الألطاف، بس تفكر في الصعوبة في الأزمة في الضيق. لكن إذا جاك عوض الله تقول إي والله أن الله كان يلطف فيني بدون ما أدري. يا أخي الله سبحانه وتعالى لا يهملك. الله سبحانه وتعالى يرى ويعلم كل شيء، يعلم أنك تنتظر، وفي أثناء انتظارك هذا أنت مؤمن فيه ومحسن الظن وتترقب أمر جميل منه سبحانه وتعالى بالرغم من أنك في الضيق. هذا الإيمان العظيم مو شيء بسيط عند الله سبحانه وتعالى. في سورة يوسف في لحظات حلوة، لحظات حلوة من جد، ركز معايا فيها. يعقوب عليه السلام في وسط الضيق إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كان عايش ضيق ترى مو طبيعي، لكن كان يخالط هذا الضيق إيمان عظيم جدا. كان ينتظر شيء. الصفحة اللي بعدها على طول إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. إيمان عظيم، يقين، كأنه يشوف العوض قدامه لكن هو غير موجود أصلا. الصفحة اللي بعدها